في 1920 نجح دانيال ستارش في أول محاولة حقيقية لعمل ماركت ريسيرش اكتيفيتي. قدر الماركت ريسيرش يساعد في نمو ملايين الشركات وإن يساعد في إنشاء ملايين الستارت اب. الماركت ريسيرش ده يعتبر من المين برين بتاع أي شركة. البرين ستورمينج ده بيبقى على ورقة بيضاء، بنبتدي نرسم زي جرافيك. أنا خدت الأرقام دي حولتها لوردز في تقريري ايه الاخطاء اللي احنا مفروض نتفاداها از ماركت ريسيرش لما نيجي نعمل البروجكت بتاعنا. ان الكاستمر مش شرط هو اللي بيستخدم البرودكت ده اللي بيشتريه، اما الكونسيومر هو المستهلك الاخير للبرودكت. الخدمه اللي بتتقدم له بتبقى اعلى من الاكسبكتيشنز بتاعته. البورد مانجمنت مش هيقعد يبص على ريتن ريبورت طويل، لا هو عايز يبص على حاجه انفوجرافيك تخطف عينيه. ان انا لازم ابقى عارف كل حاجه في السوق اللي انا شغال فيه، كل حاجه عن البرودكت اللي انا بقدمه. هكون معاكم انا محمد حمدي، سينيور ماركت ريسيرش على كارير 180.